هذا ريالكم المتواضع السيء المتذبذب، أما جيده فتركناه لنهاية مايو إن كان لديكم شك في أمر ممثلي النهائي حينها. ومن خشي الريال فذلك رجل يعرف صلاحه حتى ولو اتهموه بالجبن. إن عهد الشجعان يتوقف عند أرجل الملوك يا بيب، تعرفها أنت ومناصروك وبعضا ممن ارتحلوا لمناصرتك شماتة في الريال، فلتطلب منهم العودة على أول طائرة يا فيلسوف، ولا نريدك أن تحمل ذنوب الآخرين. مدريد بدأ اللعب ضاغطا حتى شك الإنجليز في أنفسهم. 900 فرصة ضائعة ومهدرة، ولو أعطت كرة القدم حق السادة لم تهد 8-2 بدلا من 3، ولا عاش البعض خيبة 8 مرتين. السيتي غير الوضع ومسك زمام الأمر بعد التقدم، لقطة ملعوبة بخبث وذكاء جعلها هالاند في الشباك، فتأثر الميرينج بهدف التأخر لأنه شعر أنه كان أولى بالتقدم، لكن من له شأن في اللعبة يعلم أنه لا يمكن أن يضيع أمام هكذا مستحدثين. ومن أسيست خرافي لسيبايوس أتى كيليان بالتعادل على طريقة شوشع، وعادت المباراة للبدء من جديد. غوارديولا يعلم أنه مهما تقدم ضد مدريد فهو لم يتقدم. للريمونتادا ناس يعرفونها وتعرفهم جيدا، وما الثاني إلا توقيع سبق كانت مؤكدة عواقبه من بعد. فرح إيرلينغ وذلك حقه، لكن إبراهيم أجل موعده لغاية الدخول وعدل الكفة. مباراة منتهية بعرف المنطق، لكنها لا زالت في البداية ما دام الملكي طرف فيها. ومن يخطئ أمام هذا الكيان وفي بطولته المفضلة فكأنما ينتحر ببطء ويكتب وصيته الأخيرة. فينيسيوس ظهر ليعاقبهم على لافتة رفعوها فأبكاهم قبل أن يتكفل جود بالحسم فيبعث الاتحاد للنوم مع قبولات المحبة. لا يمكن أن تستعجل رهانك عندما يحضر مدريد لأي مجلس كروي حتى لا تأخذ الوسط على كبرك. إن إسبانيا عندما تريد نيل الشامبيونز كممثل تستنجد بالعاصمة، وعندما تريد الاكتفاء بالمشاركة تبعث بعض الأقاليم والمقاطعات.